هنعمل مع بعض اللازانيا بالطريقة التقليدية العادية خالص، ما فيهاش أي حاجة جديدة، بس بجد طعمها بيكون حلو جدًا، وبتنفعنا كمان في وقت العزومات. هنجيب معلقتين كبار من الزبدة السايحة أو الزيت، ونحط فيها نُص كيلو من اللحمة المفرومة، وبعد ما بنلاقي كده خلاص لونها بدأ يتغير، هنجيب بعد ما اللون بتاع اللحمة بيتغير بصلاية كبيرة، وهنقلبها مع بعض مفرومة أو متقطعة. وبعد كده هنجيب معانا التوابل: ملح وفلفل أسمر وروزميري. الروزميري لو عندنا فريش بجد هي يعني طعمه هيبان أكتر، بس لو ما عندناش فريش بنستخدم اللي هو المجفف. وبعد كده بنجيب معلقة صغيرة بس مليانة من التوم. هي دي التوابل بتاعتنا. بعد كده بنجيب بقى الطماطم يا ريت تكون معصورة ومتسبكة جاهزة، علشان طبعا اللحمة ما تاخدش معانا وقت على النار. دي الطماطم دي كنت مسبكاها وحطاها في الفريزر بس. وبعد كده شوية من المية. الصوص بتاع اللازانيا، لو اللازانيا سلقاها الصوص بيكون تخين، لو اللازانيا مش سلقاها الصوص بتاعها بيكون خفيف زي ما احنا هنشوف دلوقتي. هنعمل مع بعض البشاميل دلوقتي: 3 معالق كبار من الزبدة، وكمان زيهم من الدقيق، تمام، وبنقلبهم كويس لحد ما بنلاقي ريحة الدقيق كده طلعت معانا، يعني كده استوت. بنحط الحليب بالشوية الصغيرين علشان خاطر ما يبقاش فيه اي تكتلات، علشان البشاميل يطلع معانا حلو. كل ما بتحطي بالشوية القليلين في البداية وبتبقى الدقيق عامل زي العجينة معاكي، دي بتبقى حلوة جدا، وفي الاخر بتديني كريمي من غير ما يبقى فيه اي تكتلات. وبنحط التوابل بعد كده: ملح وفلفل اسمر، وكمان ورق اللورة وجوز الطيب. هي دي التوابل بتاعتنا بتاعت البشاميل. وبرده البشاميل دي بتبقى خفيفة شوية، عشان زي ما قلنا مكرونة اللازانيا احنا مش سلقينها، عشان هي دي اصلا مش بتتسلق، فالصوص بيكون خفيف زي ما احنا شايفين بتاع اللحمة وكمان بتاع البشاميل. الصينية دي بصراحة جت معايا اللي هي مش مستطيلة كلها، لا من تحت بيضاوي شوية، فعشان كده ما كانش في السوا بتاع اللازانيا معايا مظبوط. بس طبعا بعد ما بتستوي كل حاجة بتكون مع بعض. بس بحط زي ما احنا بقى شايفين اللحمة من تحت، وبعد كده بشاميل، او ممكن نعكس البشاميل اللي كانت الاول وبعد كده المكرونة وبعد كده اللحمة. دي بتبقى حاجات بقى عادية خالص، بنحط زي ما احنا عايزين. بنحط من كل حاجة طبقة، تمام. وبعد كده بنحط كمان الجبنة الموزاريلا، وعايزة تحطي اي نوع جبنة معاها تمام زي ما انت عايزة. وفي الاخر في البداية بقفلها بورق فويل علشان من فوق ما تحمرش جامد، واول ما اشوفها ان هي استوت بتطلع معانا بشيل الورق الفويل. وطبعا معرفتش ان انا اقطعها واوريها لكم علشان خاطر للامانة يعني اتاكلت وهي سخنة، فما كانش ينفع استنى تبرد، عشان لازم تتقطع وهي باردة عشان تظهر. وبكده خلصت وصفتنا.